لو حاسس إن الكيك ضعيفة ومحتاج إن هي تكون أقوى منك في الميكس وتكون ظاهرة في وسط التوزيع، التريك دي هتسهّل لك الموضوع. ببساطة فكرتها إن أنت بتعمل side chain ما بين الكيك وما بين البيز. كل ما الكيك تعمل hit البيز يبتدي إن هو يعمل duck في الfrequency اللي إحنا عايزينها بالضبط. ودلوقتي هاوريكم إزاي نقدر نعمل الحركة دي بطريقتين مختلفين. والطريقة الأولى إن أنا هاستخدم الplugins الstock بتاعة الFL Studio، والتانية هاستخدم plugins من برّه. ده أول حاجة، دي شكل المزيكا أو ده التراك عامل كده. ده كده الكيك على الميكسر وده كده البيز. فاول حاجه هعملها ان انا هفتح الاي كيو على الكيك بحيث ان انا اشوف فين الفاندمنتال فريكونسي بتاعه الكيك، ان هي فين المكان اللي هي الكاركتر بتاعها ظاهر فيه، او الصوت ده من غيره الكيك هتبقى ضعيفه او مش موجوده اصلا يعني. طيب خلينا نقول ان هي عند 61 هرتز. فانا اللي انا محتاج ان انا اعمله دلوقتي ان انا افتح اول بلجن هستخدمه معايا وهو اسمه فروتي بيك كنترولر. ده بيكون الشكل بتاعه. فاول حاجه خالص هعملها هروح عند البيك دي، بعد كده ادوس هنا تايب ان فاليو واكتب هنا 50، وممكن انقص دي شويه بحيث ان انا هظبط منها قد ايه يبتدي ان هو يضغط يعني الثريشولد. بعد كده بفتح الكولايزر على البيز، بعد كده بقف هنا على الفريكونسي اللي انا عايز ان هو يبتدي ان هو يضغطها، بدوس كليك يمين، بعد كده بختار لينك تو كنترولر، بعد كده بقوم جاي مختار انترنال كنترولر، بعد كده بختار الكيك بتكون ظاهره هنا كده وبختار البيك. بعد كده عند المابنج فورمولا بختار انفرتد. ودي كده بتكون النتيجه لما بستخدم البلجنز الستوك بتاعت اف ال ستوديو. في الكيس دي هبتدي ان انا استخدم بلجن نفاف فلتر كيو 3. فاول حاجه لازم اعملها ان انا اربط الكيك بالبيز بحيث ان هو يبتدي ان هو يعمل سايد تشين. فهدوس كده على السهم ده، وبعد كده ادوس شيفت، بعد كده ادوس كليك، فبيبتدي ده يحصل اللي يكون ده الشكل كده. وبعد كده هفتح هنا بلجن فاف فلتر كيو 3، وبعد كده هدوس على الترس ده، بعد كده ادوس هنا، بعد كده ادوس بروسيسنج، بعد كده بدوس كليك يمين، بعد كده بختار كيك. كده انا ربطت خلاص الشانل بتاعت الكيك بالبيز. فاول ما ابتدي ان انا اشغل هلاقي نفسي ان انا شايف التردد بتاع الكيك برده موجود مع البيز في نفس الوقت هنا. في الكيس دي قادر ان انا اشوف الترددين في نفس الوقت موجودين قدامي، فده برضو بيسهل الموضوع اكتر. فاول حاجه خلاص هعملها ان انا اروح عند ال 61، بعد كده انزل الجين ده شويه، بعد كده بنزل دايناميك رينج شويه، بعد كده بختار على اوتو، بعد كده هنا من هنا بفعل السايد تشين بحيث ان هو ياخد السيجنال بتاعت الكيك. ولو عايز تتحكم في الكميه بتاعت الضغط بيكون من الثريش هولد ده بحيث ان هو كل ما يقل كده الكميه بتاعته بتزيد. بس وبتكون دي الفكره، واتمنى انها تكون عجبتكم.